يقدم الكاتب في هذا الكتاب 6 مبادئ أو أنشطة يمكنك القيام بها لتطوير حياتك وتحسينها نحو الأفضل. ويقترح على القراء أن يعمدوا للنهوض من النوم ساعة قبل موعد استيقاظهم المعتاد، وذلك لربح هذه الساعة الصباحية العجيبة. فساعة واحدة كل صباح حسب الكاتب كفيلة بتغيير حياتنا نحو الأحسن والأجود. ويشرح الكاتب أنه إذا كان لدينا حلم أو طموح أو شيء نرغب في تحقيقه أو ممارسته عدة مرات، علينا أن نكرس له لحظة صغيرة كل يوم. الصباح هو أفضل لحظة للقيام بذلك. لذلك إذا كنا نريد أن نكون أكثر سعادة وأن ننجح في حياتنا، فنحن مطالبون بتحسين مستوى تنميتنا الذاتية، وأفضل وقت للقيام بذلك هو صباح كل يوم. ويقدم لنا الكاتب 6 عادات لتغيير حياتنا. العادة الأولى: الصمت. ابدأ يومك بنشاط صباحي من خلال علاج نفسك بلحظة من الصمت الحازم. من الضروري النهوض من السرير وحتى من غرفة نومك للقيام بهذا النشاط. يمكن القيام بالعديد من التمارين في هذا الصمت الحازم، كالتأمل والصلاة والتفكير والتنفس العميق والامتنان. فالتأمل فعال بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بتحسين صحتك. جوهر التأمل واحترام الصمت وتركيز عقلك لفترة من الزمن. تظهر العديد من الدراسات أنه يمكن أن يكون أكثر فعالية من الأدوية. فالاستمتاع بالصمت أمر مهم جدا، وقد يسبق لك أن جربته ذات يوم، وهو الاستمتاع بالصباح الهادئ حيث يكون الجميع في سبات والحياة الصاخبة لم تعط انطلاقتها بعد. لذلك ينصح الكاتب بالاستمتاع بتلك اللحظات وتقدير قيمتها على رفاهيتك. العادة الثانية: التأكيد الإيجابي. لحوارنا الداخلي تأثير مذهل على نجاحنا من كل وجهة نظر. قم بإنشاء تأكيدات إيجابية بشكل نشاطات تتناسب مع ما تريد تحقيقه، فعندما نلتزم بتكرارها يوميا فإنها تترك على الفور بصمة على اللاوعي لدينا. يبدأ العقل الباطن في تصديق ما نقوله، ويتصرف وفقا لذلك، وينتهي بجعله يظهر بطريقة ملموسة في حياتنا. تعمل هذه التأكيدات الإيجابية على تغيير أفكارنا ومشاعرنا. إنهم يتغلبون على معتقداتنا وسلوكنا السلبي ويستبدلونها بما يلزم لتحقيق النجاح. وقد شاركنا الكاتب تجربته الخاصة المقنعة للغاية باستخدام هذه التأكيدات الإيجابية، حيث نجح في تغيير إيمانه بضعف ذاكرته قصيرة المدى، وأعاد برمجة عقله الباطن باعتقاد جديد. والإجراءات التي يجب اتباعها من أجل إنشاء هذه التأكيدات الإيجابية متمثلة في 5 خطوات. الخطوة الأولى: ماذا نريد حقا؟ أولا وقبل كل شيء يجب أن يعبر تأكيدنا عن مثالنا بشكل واضح ودقيق. يدعونا المؤلف لكتابة رؤيتنا المثالية لأنفسنا وحياتنا. الخطوة الثانية: لماذا نريد ذلك؟ علينا أن نسأل أنفسنا وفي أعماقنا: ما الذي يجعل كل الأشياء التي نريدها مهمة بالنسبة لنا؟ مع رؤية واضحة لأعمق الأسباب لدينا، يصبح الإحساس الذي نعطيه لحياتنا غير قابل للتدمير. الخطوة الثالثة: ما الذي نلتزم به من أجل خلق ذلك؟ أن نكون الشخص الذي نحتاج إلى أن نكونه، ونفعل ما نحتاج القيام به، هما الشرطان الأساسيان لامتلاك ما نريد. نحن بحاجة إلى أن نكون واضحين بشأن ما يجب أن نصبح عليه. الخطوة الرابعة: ما الذي نلتزم به من أجل تحقيق ذلك؟ نحتاج أن نسأل أنفسنا عن الأفعال المتكررة التي نحتاج القيام بها حتى تصبح رؤيتنا لحياتنا المثالية حقيقة واقعة.
كلما كانت أفعالنا محددة كان ذلك أفضل، وتنص الطريقة بتدوين هدف يومي أو أسبوعي يمكننا المضي قدما في تطويره. الخطوة الخامسة: ما هي الاقتباسات والفلسفات التي تلهمنا؟ يحب الكاتب تضمين اقتباسات تلهم تأكيداته، يشجعنا على فعل الشيء نفسه، ويوضح أنه يمكننا دمج الفلسفات والاستراتيجيات التي تعزز أسلوب حياتنا وطريقة تفكيرنا. العادة الثالثة: التصور. التصور هو عملية تتكون من تصوير ما نريد تحقيقه بدقة، ثم نكرر ذهنيا ما يتعين علينا القيام به للوصول إلى هناك. ويوصي الكاتب ببدء 5 دقائق من التخيل اليومي، وتتمثل الطريقة التي يجب عليك اتباعها لإنشاء روتينك الخاص في 3 خطوات. الخطوة الأولى: التحضير. استقر في وضع مريح وأغلق عينيك وصفي ذهنك. الخطوة الثانية: تصور ما تريده حقا. ابدأ الآن في تصور أهدافك الرئيسية، وتعمق في رغباتك وأحلامك الجامحة. تحتاج إلى استدعاء جميع حواسك لتحسين فعالية تصورك. شاهد، أشعر، استمع، والمس، وتذوق، واختبر كل تفاصيل رؤيتك. يمكنك الآن المضي قدما في الوقت المناسب لترى نفسك تحصل على النتائج المتوقعة. الخطوة الثالثة: تخيل الشخص الذي يجب أن تصبحه وماذا عليك القيام به. بمجرد تشكيل صورة ذهنية واضحة لما تريده، من الضروري أن تتخيل نفسك تعيش حياة الفرد القادر على جعل رؤيته تتحقق. وبالاقتران مع التأكيدات الصباحية ستعزز عملية التخيل البسيط هذه برمجة عقلك الباطن نحو النجاح، وبهذه الطريقة تقوم بملائمة أفكارك ومشاعرك مع رؤيتك المثالية. العادة الرابعة: التمرين. يجب أن تكون التمارين البدنية عنصرا أساسيا في طقوسك اليومية كل صباح. إنه يوفر زيادة في الطاقة، والتي تفيد الصحة، وتحسن الثقة بالنفس والرفاهية العاطفية. تتيح لك الحصول على أفكار واضحة والبقاء مركزا لفترة أطول. اليوغا هي النشاط البدني المفضل للكاتب، وهو النشاط الذي يختار القيام به على أساس يومي. ويشرح كيف أن اليوغا هي علم متعدد الأوجه يهتم بالجوانب الجسدية والعقلية والعاطفية والروحية للحياة، وهي وسيلة مضمونة لتجنب كل تلك الأعذار لعدم جعل ممارسة الرياضة عادة يومية. لذلك ينصح الكاتب بممارسة نشاط بدني معتدل لمدة 10 دقائق كل صباح، لتحريك الدماء في عروق جسدك وإيقاظ العضلات النائمة. العادة الخامسة: القراءة. القراءة طريقة سهلة لاكتساب المعارف والأفكار والاستراتيجيات التي تحتاجها لتحقيق النجاح الكامل في كل جانب من جوانب الحياة. معظم الناس الناجحين يقرؤون كل يوم، لذلك اقرأ ما لا يقل عن 10 صفحات في اليوم، واسأل نفسك لماذا اخترت هذا الكتاب وماذا تتوقع منه، والتزم بتنفيذ ما تعلمته من خلال اتخاذ الإجراءات. وسطر على المقاطع المهمة وعلقها وسلط الضوء عليها، مع الاعتياد على قراءة كتب التنمية الشخصية جيدا. العادة السادسة: الكتابة. تتكون الكتابة من الاحتفاظ بمجلة تدون فيها الدروس المستفادة والالتزامات الجديدة. وبالنسبة للكاتب تتيح لك الكتابة في إحدى المجلات اليومية تركيز انتباهك. اكتب ما أنجزته وما الذي يجعلك سعيدا وما تلتزم بتحسينه غدا. وهذا النشاط له عدة فوائد يذكر الكاتب منها: وضوح أفضل. تدوين الأشياء يجبرنا على فهم الفكرة المعنية والتفكير فيها، ويساعدك على تذكر الأفكار ومراجعة التعليمات ومشاهدة تقدمك.